we get told, wait your turn. Follow the rules. Know your limits. But I hear it inside me. That voice, ready to break free. Dare to be a rebel. Let's go. A misfit. Dare to step out of line. Dare to be the one. Always wanted to be. Be a fighter. A creator. A dreamer. 'Cause nothing can stop you. If you dare to be. Real me. ريلمي 7 و7 برو أسرع موبايل بيشحن في مصر. أسرع ما الشربات بتكش، أسرع ما بيطلع لك كرش، أسرع منك وانت بتكدب، أسرع من أمك بالشبشب، أسرع من رقص التيك توك، أسرع من ترند الفيسبوك، أسرع من ماتشات البنج، أسرع من كلاي جوه الرينج. Realme Realme أسرع من الفهد الأفريقي، أسرع من الوينج النجريجي، أسرع من قفش الستات، أسرع ما بتاخد تسونات. Realme ريلمي 7 سيريز بأسرع شاحن 65 واط وكاميرا رباعية 64 ميجا بكسل وجيمنج بروسيسور. لو مش ريلمي ارميه. احنا وصلنا النهارده في اول ديستنيشن في الرحله بتاعتنا، وركبنا الخيل وجينا هنا نتصور بقى ونلعب شويه بالموبايل. ككاميرا بالنسبه لي كصور اقدر استخدمها ان هي تبان كمان بروفيشنال، واقدر ان انا احطها على السوشيال ميديا، اقدر ابرنتد ان هي 64 ميجا بكسل، فحاسس ان هي مفيده قوي كفون فوتوغرافي. أنا عمر مؤمن، ريلمي فان من مصر وباركور أثليت. بقالي سنين كتير بتعب وبتمرن عشان أوصل اللي أنا وصلت له ده. والباركور رياضة مش عادية، يعني ملهاش مكان معين بتمرن فيه. أغلب الأماكن بتمرن فيها بتبقى في الشارع، وبقضي وقت كبير جدا في التمرين. وعشان الحركة بتتعمل في لحظة، ما ينفعش تليفون يفصل مني في أي وقت.
اوقات كتير بيجي لحظات يأس وبقع واتساب، لكن مع كل وقعة كنت بقوم وبحاول تاني وتالت ورابع، وده كان بيحصل لي كل يوم لاني بحب الباركور وكنت مصمم اني اكمل. دلوقتي لما ببص على نفسي في المرايه ما بتهزش زي زمان، بالعكس ثقتي في نفسي بتزيد، وريل مي كان موبايل ساعدني على ده. موبايل ريل مي دايما في جيبي وبيستحمل معايا كل الوقعات، سواء انا اللي بصور نفسي او حد بيصورني بإيديت وببوست من على الموبايل، وده حسن الكونتنت بتاعي جدا وساعدني اني اوصل فيديوهاتي لاكبر عدد من الناس ويختاروني عشان امثل مصر ببطولات باركور مختلفه. الفكره لو ما اشتغلتش عليها هتفضل فكره، ومن غير ما حد يشوفها هتفضل ثابت في مكانك. ايا كان اللي بتحبه قوم واعمله. Dare to be parkour athlete, dare to be real me. We get told, wait your turn. Follow the rules. Know your limits. But I hear it inside me. That voice, ready to break free. Dare to be a rebel. Let's go. A misfit. Dare to step out of line. Dare to be the one. Always wanted to be. Be a fighter. A creator. A dreamer. 'Cause nothing can stop you. If you dare to be. Real me. ريلمي 7 و7 برو، أسرع موبايل بيشحن في مصر. أسرع ما الشربات بتكش، أسرع ما بيطلع لك كرش، أسرع منك وانت بتكدب، أسرع من أمك بالشبشب، أسرع من رقص التيك توك، أسرع من ترند الفيسبوك، أسرع من ماتشات البنج، أسرع من كلاي جوه الرينج. Real me. Real me. أسرع من الفهد الأفريقي، أسرع من الوينج النجريجي، أسرع من قفش الستات، أسرع ما بتاخد تسونات. Real me. Real me. ريلمي 7 سيريز بأسرع شاحن 65 واط وكاميرا رباعية 64 ميجا بكسل وجيمنج بروسيسور. لو مش ريلمي ارميه. احنا وصلنا النهارده في اول ديستنيشن في الرحله بتاعتنا، وركبنا خيل وجينا هنا نتصور بقى ونلعب شويه بالموبايل. ككاميرا بالنسبه لي كصور اقدر استخدمها في ان هي تبان كمان بروفيشنال، واقدر ان انا
احطها على السوشيال ميديا، اقدر ابرنت ان هي 64 ميجا بكسل، فحاسس ان هي مفيده قوي كفون فوتوغرافي. انا عمر مو ريلمي فان من مصر وباركور اثليت. بقالي سنين كتير بتعب وبتمرن عشان اوصل اللي انا وصلت له ده. والباركور رياضه مش عاديه، يعني ملهاش مكان معين بتمرن فيه. اغلب الاماكن اللي بتمرن فيها بتبقى في الشارع، وبقضي وقت كبير جدا في التمرين. وعشان الحركة بتتعمل في لحظة، ما ينفعش تليفون يفصل مني في أي وقت. أوقات كتير بيجي لحظات يأس وبقع واتصاب، لكن مع كل وقعة كنت بقوم وبحاول تاني وتالت ورابع، وده كان بيحصل لي كل يوم لأني بحب الباركور وكنت مصمم إني أكمل. دلوقتي لما ببص على نفسي في المراية ما بتهزش زي زمان، بالعكس ثقتي في نفسي بتزيد، وريلمي كان موبايل ساعدني على ده. موبايل ريلمي دايما في جيبي وبيستحمل معايا كل الوقعات، سواء انا اللي بصور نفسي او حد بيصورني، بايديت وببوست من على الموبايل، وده حسن الكونتنت بتاعي جدا، وساعدني اني اوصل فيديوهاتي لاكبر عدد من الناس ويختاروني عشان امثل مصر ببطولات باركور مختلفه. الفكره لو ما اشتغلتش عليها هتفضل فكره، ومن غير ما حد يشوفها هتفضل ثابت في مكانك. ايا كان اللي بتحبه قوم واعمله. Dare to be parkour athlete, dare to be real me. We get told, wait your turn. Follow the rules. Know your limits. But I hear it inside me. That voice, ready to break free. Dare to be a rebel. Let's go. A misfit. Dare to step out of line. Dare to be the one. Always wanted to be. Be a fighter. A creator. A dreamer. 'Cause nothing can stop you. If you dare to be. Real me. ريلمي 7 و7 برو، أسرع موبايل بيشحن في مصر. أسرع ما الشربات بتكش، أسرع ما بيطلع لك كرش، أسرع منك وانت بتكدب، أسرع من أمك بالشبشب، أسرع من رقص التيك توك، أسرع من ترند الفيسبوك، أسرع من ماتشات البنج، أسرع من كلاي جوه الرينج. Real me. Real me. أسرع من الفهد الأفريقي، أسرع من الوينج النجريجي، أسرع من قفش الستات، أسرع ما بتاخد تسونات. Real me. Real me. ريلمي 7 سيريز بأسرع شاحن 65 واط وكاميرا رباعية 64 ميجا بكسل وجيمنج بروسيسور. لو مش ريلمي ارميه. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 2021. يا رب السنه دي تكون سنه كلها سعاده وخير ونحقق كل اللي نفسنا فيه.
احنا كنا في ريلمي حريصين مع بدايه 2021 ان احنا ننزل برودكت جديد مختلف، برودكت هيخلي حياتنا كلها سمارت، هيحول يومك كله ان هو يبقى سمارت. قبل ما نتكلم بقى بالتفاصيل على البرودكت ده زي ما احنا متعودين، كنت عايز اخدكم كده في جوله سريعه. ريلمي وصلت لحد فين على مستوى العالم، وصلت لفين في مصر؟ على مستوى العالم ريلمي لازالت من اكبر 7 شركات مبيعا للموبايل على مستوى العالم، مستخدمينا وصلوا اكتر من 50 مليون مستخدم. والحقيقه ريلمي هي الاسرع اللي توصل للمكانه دي في الوقت القصير ده بالاضافه ان احنا بقينا موجودين في اكتر من 61 دوله مختلفه. لو جينا نتكلم في مصر هنلاقي ان احنا في فتره قصيره جدا ان نوصل ان احنا نكون من اكبر 4 شركات مبيعا للموبايل في مصر، مستخدمينا وصلوا لاكتر من 2 مليون مستخدم. ده بالاضافه ان احنا البرودكتس بتاعتنا بقت موجوده في اكتر من 5000 نقطه بيع بتغطي مصر كلها. عندنا مركز الصيانه الحصري لينا اللي موجود في القاهره، بالاضافه لمراكز صيانه مشتركه بتغطي مصر كلها. والحقيقه ان احنا عندنا بلان كبيره بقى للسنه الجديده. البلان دي بقى ان احنا يبقى فيه ريلمي ستورز، الستورز اللي انت تدخلها تلاقي كل حاجه ريلمي. الحاجه التانية مراكز الصيانه الحصري اللي هتغطي مصر كلها. الحقيقه كمان ان احنا النجاح الكبير اللي وصلنا له في الفتره القصيره دي كان لاننا حريصين على 3 حاجات اساسيه. الحاجه الاولانيه ان احنا حريصين ان احنا يكون عندنا ترند سيتنج تكنولوجي. ترند سيتنج تكنولوجي ان احنا نقدم دايما تكنولوجي جديده في كل فئه سعريه، بيكون عندنا برودكت جديد مختلف موجود فيها. الحاجه الثانيه ان احنا دايما حريصين ان احنا يكون عندنا ترند سيتنج ديزاين، ده بالتعاون بقى مع مصممين مشهورين على مستوى العالم بيساعدونا ان احنا نعمل ديزاينز مختلفه. وده اللي ساعدنا بقى ان احنا ناخد اووردز كتير في اكتر من بلد مختلفه في الجزء بتاع الديزاين. الحاجه الثالثه ان احنا حريصين ان احنا يكون عندنا ترند سيتنج كواليتي. الكواليتي بتاعت كل البرودكتس المختلفه اللي ريلمي بتنتجها ان هي دايما تكون كواليتي عاليه جدا، وان مفيش اي حد من ريلمي يوزر يقابله اي مشكله في اي وقت من الاوقات. الحاجه كمان اللي احنا بنأكد عليها ان ريلمي مش بس مصنعه للسمارت فونز، لكن الحقيقه ان احنا حريصين هنستخدم التكنولوجيا الحديثه، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في برودكتس كتير مختلفه عشان تخلي حياه الشباب اسهل وامتع، وده تحت مسمى ال AIoT. وزي ما اعلنا على الاستراتيجي بتاعتنا اللي هي 1+4+N. 1 هو ريلمي لينك، هو الموبايل ابليكيشن اللي موجود على الموبايل بتاعك ويقدر يساعدك بقى انك تتحكم في كل البرودكتس المختلفه التانية. 4 هم 4 برودكتس، هنلاقي دايما في سيريس من البرودكتس تحتهم هننزلهم دايما في فترات قصيره، وده يمكن واحد منهم زي الريلمي ووتش اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهارده. N بيفتح المجال بقى لبرودكتس كتير مختلفه نستخدمها في حياتنا كل يوم، ان هي ازاي تخلي حياتنا عن طريق الذكاء الاصطناعي اسهل امتع، بتوفر وقت كل يوم في حياتنا. طبعا دلوقتي بقى كلنا متحمسين نعرف اكتر عن البرودكت اللي موجود معانا النهارده، البرودكت اللي هيخلي حياتنا كلها سمارت. ده اللي هنعرفه اكتر مع عمر عمرو، برودكت مانجر ريلمي مصر. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه سنه جديده جايه علينا 2021. يا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا. النهارده احنا جايين نتكلم مع بعض على الريلمي ووتش اس. الساعه بتاعتنا اول حاجه نتكلم فيها هو الديزاين، وزي ما اتكلمنا هي اول ساعه نازله من ريلمي بالشكل الدائري. لما جينا نشوف كده لقينا ان الشكل الدائري فعلا بيخلي الاستحواذ بتاع الشاشه بتاعت الساعه يزيد عن شكل المربع شويه بنسبه 157%. في الحقيقه احنا بس ما اهتمناش بفكره ان احنا نزود استحواذ الشاشه، احنا كمان اهتمينا بان احنا نزود ريزوليوشن الشاشه اللي وصل ل 360 في 360 وبكسل بير انش 278. حجم الشاشه بقى 1.3 بوصه، فانا مديلك شاشه حجمها كبير، كمان الريزوليوشن بتاعها بيكون عالي جدا وممتاز جدا، اللي بيخليك تستخدم الساعه في طول الوقت بشكل حلو جدا ويبين لك كل التفاصيل اللي موجوده. بالنسبه للبرايتنس، الشاشه بتاعتنا جايه ببرايتنس 600 نتس، وكمان جايه ل5 مستويات للبرايتنس، وحطينا مود جديد اسمه الاوتو برايتنس، وده اللي بيخليك خلاص بقى فكره ان انا كل شويه اقعد ازود البرايتنس او ان انا اقلله بايدي ما بقتش موجوده، اقدر اتحكم فيها اوتوماتيك. كل ما الاضاءه بتزيد حوالين الساعه بيبدا ان البرايتنس بتاعها يزيد عشان يبين لك كل التفاصيل اللي بتتعرض لك على الساعه بتاعتك، وكل ما الاضاءه بتقل يبدا البرايتنس يقل في المستوى بتاعه عشان يقدر يوفر لك في الطاقه بشكل افضل ويبقى الرؤيه مناسبه لعينك. كمان الريلمي ووتش اس بتيجي ب 100 واجهه،
اللي بتخليك طول الوقت ما بتملش من الساعه. انت عندك 100 شكل مختلف. تخيل معايا كده، انا لو كل يوم بغير واجهه مختلفه على الساعه بتاعتي هيقعد معايا 3 شهور انا بغير واجهات، وكمان هيبقى لسه باقي شويه واجهات انا ما جربتهمش. ده غير الابديتس اللي بتعمل كل شويه اللي بتزود من الواجهات ومن اشكالهم. في ريلمي دايما مش بنهتم بس بحته السبيكس بتاعه الاجهزه اللي بننزلها سواء سمارت ووتش او سمارت فونز، احنا كمان بنهتم بالكواليتي بتاعه الاجهزه، وده اللي انعكس على ريلمي واتش اس الجديده اللي جايه بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 3. كمان لو جينا بصينا على الساعه نفسها اللي هي مصنوعه من ماده الالومنيوم اللي بتخلي البادي بتاع الساعه قوي جدا لكن في نفس الوقت خفيف جدا على ايدك. ولو اتكلمنا شويه عن الاستراب بتاع الساعه اللي هي مصنوع من ماده السيليكون اللي بتخلي برضو الاستراب يبقى متين وقوي وفي نفس الوقت خفيف على ايدك وما بيسببش اي حساسيه، ان هو بيكون فريندلي جدا للجلد بتاع ايدك. ريلمي واتش اس كمان جايه باكتر من سنسور بيساعدك انك تبقى بتمونيتور حياتك الصحيه خلال اليوم، وهو السنسور بنسميه بي بي جي سنسور اللي بيساعدك انك تعرف نبضات قلبك، وبيقيس نبضات قلبك كل شويه في خلال 24 ساعه، لدرجه ان هو بيقيس نبضات القلب كل 5 دقائق، ولو نبضات القلب جايه اعلى من المعدل الطبيعي او اقل من المعدل الطبيعي بيبدا يديلك الارم اللي خلي بالك هنا في مشكله. كمان بيبدا انه يقيس المستوى الاكسجين اللي موجود في الدم، ودي حاجه بقينا محتاجينها مؤخرا جدا. في نفس الوقت الارقام اللي بتطلع لك سواء هنا او هنا بتكون ارقام اكوريت، ما بيبقاش ارقام وخلاص. لو جيت قارنتها باي اجهزه طبيه هتلاقي الارقام مقاربه جدا، تكاد تكون هي بالظبط. كمان ريلمي واتش اس جايه باكتر من 16 برنامج رياضي، سواء بقى كره القدم او تنس طاوله او مشي او جري في اماكن مفتوحه او اماكن مغلقه، بحيث انه يبدا يقول لك انت في اللعبه دي جريت قد ايه، لعبت قد ايه، حرقت كالوريز قد ايه، عشان يبقى عامل زي الترينر الشخصي بتاعك اللي يعرفك كل حاجه عن حياتك الرياضيه ماشيه ازاي. دايما لما كنا بنتكلم على اي سمارت فون بينزل كنا بنقول ان ممكن يكون السمارت فون كاميرته قويه جدا، بروسيسور قوي جدا، كمان شاشته عظيمه، ولكن كل الكلام ده من غير بطاريه قويه وبتشحن بسرعه هستفيد بيه ازاي؟ ده اللي احنا بنركز عليه في ريلمي، سواء في السمارت فونز او في الاي اي تي برودكت اللي دلوقتي بنتكلم عليها اللي هي ريلمي واتش اس. عشان كده ريلمي واتش اس جايه ببطاريه عملاقه 390 ملي امبير بتشحن معاك من 0 ل 100% في ساعتين بس. كمان بتفضل مكمله معاك لحد 15 يوم من غير شحن، ده في حاله لو انت مشغل كل السنسورز بتاعه الساعه، وفي حاله انت مشغل بعض السنسورز والاستخدام بتاعك الى حد ما يعني مش قوي قوي فتقعد معاك لحد 20 يوم. كمان ريلمي واتش اس جايه مقاومه للميه باي بي 68، ده بيكون مقاوم للميه وكمان مقاوم للاتربه. ريلمي واتش اس كمان جايه بفيتشرز كتيره، من فكره ان انا اقدر ان انا استقبل على الاشعارات بتاعه البرامج المختلفه. اي اب عندي ممكن استقبل اشعاراته على الجهاز بتاعي، سواء ابس اللي هي اللي بنسميها المجموعات الثالثه من التطبيق زي المجموعات السوشيال ميديا، فيسبوك، واتساب، انستجرام وهكذا. اي حاجه اشعار بيجيلك على الساعه بتاعتك. كمان اقدر من خلال الساعه ان انا استقبل مكالمه او ان انا ارفض مكالمه، يعني جات لي الاتصال فينفع ان انا افتح المكالمه او ان انا اقفلها. كمان من ضمن الحاجات المميزه جدا الكاميرا، ان انا اقدر اصور نفسي حاطط التليفون على ستاند بعيد، فاقدر ان انا من الساعه اتحكم في ان انا اخد اللقطه او لا. مش بس كده، كمان لو انا بجري ومشغل ميوزك وعايز اقفل الميوزك او ان انا اشغلها، فبدل ما امسك التليفون وايدي فيها ميه وفيها عرق فاقدر ان انا استخدم الساعه في حاجه زي كده. وميزه اخيره انا شايفها من وجهه نظري انها ميزه من المميزات الممتازه جدا، الساعه تقدر تفتح التليفون مجرد ما تقرب منه. اكيد دلوقتي محتاجين نعرف سعر الساعه دي كام، وده اللي هنعرفه من محمود دلوقتي، ولكن بعد ما نتفرج على الفيديو ده اللي بيوضح شويه الفيتشرز اللي موجودين في ريلمي واتش اس الجديده، وبعد كده بعديها هنروح لمحمود يقول لنا سعر الساعه بتاعتنا كام. Rumi Watch S. Smarter round the clock. Rumi dare to lead. طبعا كلنا متحمسين دلوقتي نعرف فيه سعر الواتش اس، الساعه اللي جايه بديزاين مميز جدا وهتساعدك بقى ان انت تقيس ضربات القلب، تقيس نسبه الاكسجين في الدم، بالاضافه ان هي تكون بقى زي البيرسونال ترينر اللي تساعدك في التمارين اللي بتعملها كل يوم. طب بالاضافه البطاريه العملاقه اللي بتقعد لمده 15 يوم. الساعه هيكون سعرها 1699 جنيه، وهيكون في فلاش سيل عليها على موقع سوق دوت كوم يوم 5 يناير بسعر 1450 جنيه. الحقيقه كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، ويا رب تكونوا متحمسين بقى للبرودكت الجديد اللي اتكلمنا عليه، اللي زي ما قلنا ان هو هيساعدك ان يخلي حياتك كلها تبقى سمارت، وزي ما قلنا ان في برودكتس كتير مختلفه هنعمل عليها الفتره الجايه. تابعونا على الفيسبوك، على الانستجرام، على الكوميونتي عشان في دايما مفاجآت جديده. شكرا ليكم وبتستنونا في اللونشز الجديده. مع السلامه. Open the curtain.
pocket coffee machine is ready. Play yoga song list. Me too. Because I love myself and everybody else, and you should love yourself like I love you too. Ooh, love me like I love myself, like I love everybody else, and you should love yourself like I love you too. Ooh, love me like I love myself. Watch this. Rumi Watch Us. Smarter round the clock. Rumi Dare to Lead.